استنى استنى ما تمشيش. سمعت عن كتاب بيتكلم؟ طيب عن فانوس جواه أرواح من الماضي في رمضان لسه شوية من سحر آتي. يا عم المسحراتي، أساطير أساطير. وفعلا هنا هتسمع عن حاجات غريبة بتطير في برنامج من سحر آتي. يا مساء الفرحة وكل حاجة حلوة على سميعة مونيكروفون، ومعاكم مونيكا ميشيل. وجه وقت آخر صوت طبلة هنسمعها في برنامجنا من سحر آتي. هنعيش مع آخر سحر أسطورة رمضانية. كل سنة وكلنا طيبين، ويا رب دايما تبقوا مبسوطين. ويلا بينا نروح دلوقتي نعرف الطبلة هتقول لنا ايه. هنروح لقلب مدينة فاس المغربية، بس في أزمنة بعيدة قوي. لو قربنا من المدينة هنشوف حارة قديمة معروفة بسر عجيب. كل سنة في آخر ليلة من رمضان بتنور بنور ذهبي ساحر، يعني مش شبه أي نور تاني، مش فوانيس ولا شموع ولا أناديل. ده نور من نوع خاص، بيقولوا إنه بيظهر لوحده بس لما يكون أهل الحارة عملوا خير كتير طول شهر رمضان. وكل الناس كانوا بيستنوا اللحظة دي كل سنة، لأنهم كانوا بيحسوا إن النور ده علامة لقبول كل حاجة عملوها، وإن بكده الحارة تكون اتباركت بفضل الخير اللي عملوه. لكن في سنة معينة حصلت حاجة عجيبة. الساعة عدت نص الليل والناس فضلت مستنية، لكن النور ما ظهرش، والحارة كلها كانت غرقانة في الضلمة. الناس بدأوا يوشوشوا بعض ويسألوا هو احنا قصرنا في حاجة؟ طيب يمكن عملنا خير أقل من السنين اللي فاتت؟ ولا يمكن النور كان مجرد صدفة؟ في اللحظة دي طلعت طفلة صغيرة اسمها زينة، كانت واقفة في نص الحارة بالظبط، وعينيها بتلمع ببراءة، وقالت بصوت واضح: يمكن النور ما طلعش لأننا نسينا ننور قلوبنا، بنعمل الخير عادة كأنه تأدية واجب. وسكتت. كل الناس في اللحظة دي كمان سكتوا وبصولها بدهشة، وكان معاها فانوس قديم ولكن نوره كان نور ضعيف. زينة بهدوء فضلت تمشي في الحارة وعينيها عمالة تدور على أي حد محتاج، لحد ما وصلت لبيت قديم في آخر الحارة، وشافت فيه راجل عجوز عايش لوحده منسي، محدش بيسأل عليه. خبطت على الباب وهو موارب، ودخلت. لقيته وحيد وعينيه مليانة دموع. قالت له وهي بتبتسم: يا عمي محتاج حاجة؟ رد عليها بصوت مبحوح: مش محتاج غير حد يفكرني إني مش عايش لوحدي. وهنا ابتسم العجوز ومسح دموعه، وفجأة بدأت أول شعلة نور تظهر في الحارة. الناس بصوا بدهشة، وفضل النور ينور بيت ورا بيت، وانتشر في ساعتها النور في كل الحارة. وفي الوقت ده كل الناس فهمت الحقيقة، إن النور مش بسبب الأعمال اللي باينة وتأدية واجب وخلاص، لكن بسبب النية الصافية والرحمة اللي بتطلع من القلب بجد. ومن يومها بقى النور يظهر كل سنة في نفس اليوم، آخر ليلة في رمضان. وللأسف ده كان آخر صوت طبلة نسمعها من برنامج من سحر آتي. وياريت البرنامج يكون عجبكم، أحب أعرف رأيكم في الكومنتس، ولسه اللي جاي مختلف. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، وكل سنة وانتم بخير ومبسوطين، وعيد فطر سعيد، وسلام. من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي. هنا يوماتي من سحر آتي.